أم تونسية تفقد بنتها في بحر في تونس. البنت اللي انت شايفها معانا دي طفلة صغيرة عندها 3 سنين. أمها راحت بيها شاطئ اسمه شاطئ عين فرانز في تونس في المدينة التونسية. وفجأة أمها غفلت عليها فجأة. فالمهم الرياح كانت قوية جدا جدا، وطبعا كانت حاطاها في العوامل اللي انتوا شايفينها. وفجأة لما أمها غفلت عنها دقيقة مفيش ثواني الرياح كانت جامدة جدا، والعوامة طبعا زي ما انتوا شايفين. فالطفلة طبعا خفيفة، وزنها خفيف، عمرها 3 سنين. المهم الرياح طيرتها خالص، اختفت من البحر، مش عارفين يلاقوها. طبعا قوات البحث الجنائي وقوات طبعا الشرطة اتدخلوا، وقوات الشاطئ والبحث في الشواطئ نزلوا بالطيارات عشان يبحثوا عنها. ملهاش اي اثر خالص، مش لاقيين الطفلة خالص خالص خالص. المهم قعدوا اكتر من كام ساعة بيدوروا عليها، اختفت. طبعا الرياح كانت جامدة وكان جامد جدا، والطفلة وزنها خفيف زي ما انت شايف. فطارت اختفت خالص. هل هي غرقت؟ هل هي اختفت جوه البحر خالص؟ فتونس كلها الدنيا مقلوبة على الطفلة مريم اللي انتوا شايفينها قدامنا. يا رب رجعها طبعا لأهلها. وفي خبر نزل تاني قال ان هي مفقودة لغاية دلوقتي ومش لاقيينها. وكالعادة ما تنساش تعمل شير.